وأخيرًا هيثم حسن ينضم للمنتخب، وأخيرًا بعد حوارات طويلة وإن اللاعب هييجي ومش هييجي، واتكلمنا وقُلنا صعوبة مشاركة اللاعب في وجود صلاح، بس كل الظروف ساعدت تراجع مستوى صلاح بل وإصابته في التجمُّع ده، وإنه هييجي ياخد دور وهيلعب أساسي غالبًا الماتشين، ماتشات كبيرة، ماتش قصاد السعودية وماتش قصاد أسبانيا، يعني هنشوفه قصاد فريق يقدر يلعب عليه بمهارة ونقدر نهاجم عليه زي السعودية، وقدام منتخب هنبقى محتاجين التحولات السريعة ونلعب بتحفظ. غالبا هنشوفه بيلعب في طريقة 4-2-2-2 وهنشوفه بيلعب في طريقة 5-3-2. يا هل ترى هيلعب مركزه ايه؟ هيأدي ازاي؟ هل بعد كل الدوشة دي وبعد كل الرغبة دي وبعد ما أخيرا جبنا لاعب من مزدوج الجنسية بمهارات عالية وقد يكون تاني أحسن لاعب مهاري دخل المنتخب بعد محمد زيدان، هل الدوشة دي كلها كان يسقها هيثم حسن؟ أعتقد إن هو محتاج يقول لنا كتير في الملعب اليومين الجايين، وهيبقى في شرح تفصيلي لكل اللي يقدر يقدمه وأنسب أماكن ليه في فيديو مفصل ومطول على القناة. شكرا لك.